ويوضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عملا بالأحكام والمواد 25/2034 من قانون الإجراءات الجزائية، ويوضع حد الضحية صفحا للمتابعة الجزائية عملا بهذه الأحكام وبالتنازل عن القضية من طرف الشاكي. وحكمت المحكمة بالصفح وحد المتابعة الجزائية للسيد سعدون جلال. أودي عن بوشتا كمال 4 سنوات حبس نافذة، مقدم عماد 4 نافذة، مقصرة رابح 8 نافذة، قمراوي محمد 20 سنة حبس نافذة، سليمة بسيكولوج. الو وتفضل. وخي سليمة بسيكولوج فركتت بيني وبين راجلي بين مرتي وكشفتني وعايرتني باش تجيب المشاهدات ويدعموها أرض. الله راك بليتك. الو سليمة بسيكولوج باش يطلع المتابعات والله تاعها مهبولة شوية من راسها، ولات تهضر على الزينة وتهضر على ولات تروج الانحراف والفساد، خسرت كاع البلاد وكشفت ناس متزوجين وتكشف الاسرار تاعهم، الصوالح اللي ما ينقالوش في الفراش ولا تكشفهم قدام الناس، وقاضي ماضي قدام الناس اللي يسوى واللي ما يسواش، هذا دارلي وهذه فعلت لي. هذو الاسرار بين الزوج والزوجه ما يخرجوش، اسرار تاع الفراش عمرهم ولا يخرجوا الناس تسمعهم. راهي دايره منكر كبير، جريمه نكراء، راهي كشفت أسرة تاعي كاع. هذيك سليمة بسيكولوج من نيتك. الو وانا اختك نبيلة تعرف راهي دايره المنكر، سميرة بسيكولوج راهي دايره المنكر، تعرف كشفتني مع راجلي وراهي تهضر على الزنا والفواحش ما ظهر منها ما ودخلتها الواتساب وبريدي من بالعباس يرسل، من وهران يرسل، مونبولي يرسل، راهي كاشفتنا راكي باغيه الدراهم. ديري محتوى شباب، هضري على الحب، هضري على المغامرات، راكي ديري الفجور وعايلة الجزائر وعايلة على بالي الشاه. سما كيما هاك يكفي. سليمة بسيكولوج أنت متابعة بتهمة نشر الرذيلة، وأنك تتحدثين عن الأمور التي تحدث في الفراش بين الزوج والزوجة، وهذا يعتبر عار وعيب. لهذه الأسباب ولأجلها نرى بأنك تسعين للانحراف والفساد، والغرض من ذلك التفاعل وعدد من المتابعين، والغرض الحقيقي وهو المال. يمكنك الحصول على المال بطريقة أخرى بدلا من نشر الرذيلة والفساد والتفرقة بين الزوجين، وذلك من أجل الحصول على مبلغ زهيد 20 أو 30 يورو. النيابة العامة السيد وكيل الجمهورية أطالب بأقصى العقوبات على سليمة بسيكولوج. إن النيابة العامة الرامية تلتمس بأقصى العقوبات نظرا لأنك مؤثرة تيك توك وتسعين للانحراف والفساد. الآن المحكمة تعاقبك. حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا الجنى علنيا ابتدائيا وفي أول درجة بمعاقبة المتهمة سليمة بسيكولوج ب30 سنة حبس نافذة، حارزي نور الدين 3 سنوات حبس نافذة، بركان كراشا عز الدين 20 سنة حبس نافذة، خوت جعمر 10 سنوات حبس نافذة، قندوسي عباس 5 سنوات حبس نافذة. رفعت الجلسة. السلام عليكم. سلام خوت.